حضرتك غيرت في المزيكا وتهاجمت هجوم يعني شرس. اذكر ان كمان استاذنا الكبير نجيب محفوظ عمل معاك حوار، لكن هو كان له فضل انه نبهك لاهميه انك تعمل فرقه بيغنوا بيها باللغه العربيه، وعملت المصريين ونجحت النجاح الكبير ده، بس رغم كده فضلت تتهاجم. احنا في البديشة مش بنلعب اغاني غربيه، بنلعب اغاني عالميه. ليه؟ لان انجليزي وفرنساوي وامريكاني ايطالي، فاي اغنيه بتنجح في العالم احنا كنا بنلعبها. اسمع اغنيه عربي في حاجه ناقصه، وتريات كتير قوي وايقاعات. في حاجه ما بين اللحن وما بين الايقاع مفقوده، اللي هي ايه بقى؟ الهارموني والكاونتر بوينت. وهقول لحضرتك بفكره مبسطه. الهارموني هو ان يبقى فيه اصوات مصاحبه للحن تغنيه. الكاونتر بوينت لحن تاني ورا اللحن الاساسي برضه يغني اللحن. الحاجتين دول كانوا مفقودين. نجيب محفوظ قال لي انتوا ما بتلعبوش عربي ليه؟ قلت له ده الاغنيه العربي المقدمه بثلاث اغاني من بتوعنا، وبعدين لا تدل دلاله عضويه على اللي جاي بعد كده. يعني بمعنى ايه؟ الاول ضخامه تن ضربان تن تن ضربان تن 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 ليو 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 انت اللي بند ايه معنى اللي كان في الاول ده؟ بالنسبه لنا ملوش معنى، لانه unmotivated. احنا لما اتعلمنا كان في واحده دكتوره اسمها دكتوره شيفرز، كان كتبت هاني شنودة كاتب 8 موازير من اجمل ما يكون، لكن ياخد 0 لان انا عايزه فنفار مش عايزه جمال. فالموقف ده ما يستدعيش الجمال، يستدعي الفنفريسك اللي انا طلبته منكم، وهعمل لحن حلو لكن ياخد 0. فتعلمنا ان اي حاجه unmotivated حتى في السينما، حتى في فن التشكيل، اي ملهاش دافع، ومش زي بالظبط ما الخروج عن النص عشان نقول نكته ونرجع تاني للنص. unmotivated مش مبرر. بس يا استاذ هاني، انتوا لما طلعتوا كفرقه المصريين برضو اتهاجمتوا وقالوا عليكم ان انتوا بتفسدوا الذوق وان انتوا بتسيئوا للموسيقى الشرقيه. واجهت النقد ده ازاي؟ واجهته بمزيد من العمل، لان احنا في فرقه المصريين تبنينا الاغنيه الاجتماعيه. ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح، الجواز على الشغل. ما انتوا اتهاجمتوا ايامها من الازهر حتى، وقالوا ان انتوا ضد الجواز وضد الاسره. كويس. انت عارف حضرتك ان انا ايه؟ رحت الرقابه في الاذاعه عشان ما كانوش عايزين يذيعوا الاغنيه دي، وكان فيهم حد ازهري. لما قعدوا معايا قلت لهم يا جماعه، حكايه لا تقربوا الصلاه دي ما تنفعش في الاغاني. ليه؟ احنا عايزين نعمل حسن استهلال، وده في الشعر حسن الاستهلال القصيده عشان الناس تقبل عليها. الكوبليه بقى الاولاني مهما تقولوا لنا عليه رجلنا رايحه اليه، واللي يحب الحلاوه لابد يلسع ايديه، لابد من بعض نار ونصف درهم مرار، ولما يجوا الصغار القلب ترقص عينيه، ومهما نتعب نقول تعب الحبيب راح. انتوا تمسكوا بس ما تحسبوش هيمشي على حل شعرهم، كلها قضايا ملفقه اتهمنا بما ليس فينا.